السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا من المقر الإداري لمؤسسة فذكر، مؤسسة فذكر للتنمية المستدامة. وخليني أنطلق في حديثي لك أيها المشاهد الكريم من هذا العنوان: مؤسسة فذكر للتنمية المستدامة. هذه المؤسسة ونحن في هذا الشهر الفضيل نحتاج حقيقة إلى من يدلنا على الخير. إحنا بنبدأ في الحركة لأجل الفقير بجمع عبارة عن بعض الداتا اللي فيها أسماء الفقراء وأسماء المحتاجين من أرامل ومساكين وغارمين وعرائس فقيرات ويتيمات ونحو ذلك. وكذلك بعض الأسر في كثير من المحافظات في مصر اللي محتاجة ربما وصلة مية، محتاجة كذلك محتاجة آبار، لأن بعض الأماكن ما توصلش المية ليها فبيعتمدوا على الآبار الكوازية وآبار تانية اللي هي الآبار الجوفية اللي نخرج المية من جوف الأرض ونحو ذلك. هذه أعمال كثيرة جدا تقوم بها هذه المؤسسة الفاضلة. القائمين عليها لا يألون جهدا أبدا في إن هم يتحركوا لأجل مصلحة الفقير، ودي حاجة تطمئنك أنت أولا، ثم تطمئني أنا كداعية حين أقوم بتزكية هذه المؤسسة، إن أعمال هذه المؤسسة بالفعل تصل إلى الفقير، وإن حضرتك بتضع البذرة في الأرض التي بإذن الله عز وجل تنبت لأجل هذه المؤسسة. كل هذه الأعمال وتعدد كل أفعال الخير هذه يجمعها آية في كتاب الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الأصل يعني لا ننفق ولا نتصدق في سبيل الله عز وجل وما برفعش التليفون علشان اتصل على مؤسسة فذاكر لما يكون عندي فائض ابدا. احنا بنتصدق لكي يرزقنا الله عز وجل وليس حين يرزقنا الله عز وجل. احنا بنتصدق علشان أثر الصدقة. أثر الصدقة عليك حماية من الله تبارك وتعالى. ويمكن أنا ذكرت في كثير من اللقاءات قول النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قالت له: لا أبدا، ما تخافش على نفسك، أو بالمعنى الدارج اللي زيك ما يخافش على نفسه، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أو قال النبي: على نوائب الدهر، كما في حديث بدء الوحي عند البخاري رحمه الله في الصحيح. لذلك أنا بقول لحضرتك النبي ذكر بعض الأعمال، أو ذكر السيدة خديجة بعض الأعمال، تعدد الأعمال اللي ذكرتها للسيدة خديجة، كل هذه تدخل تحت مسمى الخير اللي بيبدأ بالألف واللام اللي هو العموم والشمول. يعني أي خير، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب، تكسب المعدوم، تقري الضيف يعني تطعمه ونحو ذلك، تعين على نوائب الحق أو على نوائب الدهر، يعني تذهب إلى الغارمين، تذهب إلى الفقراء، زي ما في الآية الكريمة الجامعة لمصارف الزكاة في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن الله عزيز حكيم، زي ربنا ما قال في القرآن. كل هذه المصارف بيتحرك إخواننا القائمين على المؤسسة بعمل أنا مش هقول عليه معقد، لأن هم بفضل الله تبارك وتعالى مجدولين أعمالهم كويس ومنظمين أعمالهم بشكل طيب جدا. والتخصص هنا بيحترم قوي في مؤسسة تذكر. يعني بعض الإخوة مسؤولين مثلا عن جانب الزواج الفقيرات، عاملين في المؤسسة، وبعض الإخوة مسؤولين عن جانب الوصلات المية، وبعض الإخوة مسؤولين عن جانب مثلا أعمال الخير زي الأرامل والمساكين، بعض الإخوة مسؤولين عن جانب عمل الآبار، بفضل الله تبارك وتعالى أمر منظم جدا إلى الصورة التي تطمئن المتبرع والمساهم وتطمئني كما قلت لحضرتك أنا كمان يا شيخ أن العمل بفضل الله تبارك وتعالى، وأنا أرى ذلك بعيني والله، العمل بفضل الله تبارك وتعالى يصل إلى مستحقيه جيدا. هذه رسالة أنا أبعث بها للمتبرع الكريم، إن مؤسسة فذكر إحنا بنحسن الظن في جميع المؤسسات ودي حقيقة، لكني كذلك أزكي هذه المؤسسة الفاضلة، أنني أرى بعين رأسي وأتابع جيدا الأعمال التي يقوم بها المؤسسة، إن هي أعمال في مكانها. لأن الجميع بيتساءل: هو بالفعل هذه الأمور بتوصل؟ نعم بتوصل، وإحنا بنشوف وصلات المية وبنتابعها، وبنركب عربية المؤسسة المخصصة للمؤسسة وبنتحرك بفضل الله تبارك وتعالى في كل المحافظات أو معظم المحافظات، حتى يكون الكلام يعني الكلام يكون دقيقا. بنتحرك في معظم المحافظات علشان طمن حضرتك ان اعمال الخير بتوصل. كمان اعمال رمضان اللي بنقول خيركم وصل في رمضان. يا رب يتقبل منا ومنكم، كل عام انتم بخير. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية: 012
77 67 97 88 أو 010 500 55 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.